السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نتوكل. شوية منتجات مصرية الناس كلها جربتها، بس أنا كان ليا يعني إن أنا عايز أجربهم أنا. فهنجرب شوية المنتجات اللي قدامكم دي بالترتيب كده، ونشوف طعمها عامل إزاي. يلا بينا نخش في المفيد على طول. هنبدأ في التجربة إن شاء الله بالمنتج اللي الناس كلها بتدور عليه والناس كلها عايزة توصل له، وأنا نفسي كنت هتجنن لحد ما لقيته يعني. وهو سبيروس باتس اللي الناس كلها بتتكلم عنها وكل الناس عامل لها فيديوهات، وانا هموت واجربها، فهجربها معاكم النهارده ونشوف. النهارده معانا سبيروس باتس بطعم، دي طعم التفاح احمر، دي طعم التفاح احمر. فنجرب التفاح الاحمر بتاعها. صوت حلو، صوت حلو. لا والريحه حلوه قوي. دي عامله زي فانتا زمان، فانتا تفاح، فكرني بفانتا تفاح زمان. نجربها كده. حلوه قوي، حلوه قوي بجد. طعمها زي فانتا تفاح اخضر، فانتا تفاح بتاعت زمان اللي كانت بتيجي في ازاز دي بالظبط، وكميه الصودا معقوله جدا. حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي. دي وش معانا، دي وش نعتمدها ونخليها من الحاجات اللي لازم تخش القائمه، اللي فعلا لازم نبدلها بحاجات المقاطعه يعني. نجرب تاني حاجه من سبيروس باتس، برضو من شركه سبيروس باتس، ودي بطعم الاناناس اهي. دي بطعم الاناناس. بسم الله. حلو برضو والله، فيها كميه صودا حلوه والله بيبان. نجرب كده. الطعم ده مش مفهوم، يعني هي طعمها حلو ومسكرة، بس الطعم مش مفهوم. لا ما دخلتش دماغي. هو مشروب صودا حلو قوي، ككمية صودا حلوة قوي صراحة. لكن طعم الأناناس ده ما دخلش دماغي. ممكن يعجب ناس تاني كتير، لكن هو لا، التفاح، التفاح عظمة بصراحة. هنخليه برضو معانا بس كده من ورا شوية، لكن بالنسبة لي التفاح هو الأصل يعني. تمام. معانا تالت حاجة من برضو سبيروس باتس. أنا مش عارف أوفر كل الأطعمة، أنا بقدر الإمكان عرفت أوفر ثلاثة بالعافية، مش عارف أوفر كل الأطعمة. فمعانا بطعم خوخ. إيه ده، أنا كنت فاكرها برتقان. أنا جربت البرتقان والبرتقان عجبتني، لكن دي خوخ. تعالوا نشوف الخوخ. ريحتها خوخ، ريحة من البداية خوخ فعلا، بس اللون ده يعني ماشي. نشوف الخوخ بيقول إيه. فيها طعم الخوخ، يعني باين طعم الخوخ، بس يعني زي الخوخ بتاع راني. اللي جرب طعم الخوخ بتاع راني هو بالظبط طعم الخوخ بتاع راني. فلا يعني حلوه حلوه، والصودا برضو جميله جدا وعاليه جدا. الناس اللي ما تعرفش ان سبيروس باتس معروف سعرها 12 جنيه، هي متسعرها 8، لكن الناس بتبيع ب 12 يعني. لا حلوه، حلوه، حلوه يعني. اللي بيحب الخوخ بتاع راني هيحب الطعم ده. طعم راني باين قوي يعني. نجرب اهم منتج الناس بتدور على البديل بتاعه، اهم حاجه الكولا او البيبسي، اللي هو ادمان عند الشعب المصري. عايزين نجرب البديل، وهو البديل الاكثر شيوعا بالكولا، ده الاكثر شيوعا. فتعالوا نجرب. حلو الصوت، الصوت جميل لو انتوا سامعينه. صوت الصودا لا حلو يعني، متوصيين بالصودا يعني. ناخد كده كميه بسيطه عشان انا من الناس اللي ما بتحبش الكولا. انا من الناس اللي ما بتحبش الكولا سبحان الله، ولكن بنجرب عشانكم يعني. لو وصلت لحد هنا في الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب يعني، لو وصلت لحد هنا. تعالوا بقى نجرب الكوكا كولا او بديل الكوكا كولا اللي هو بيك كولا. جامده. لا هي قريبه قوي 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 من الكوكا كولا، يعني طبق الاصل من الكوكا كولا، الماركه المشهوره جدا. هي بس مش بيبسي يعني. البيبسي برضو فيه طعم مميز، دي مش بيبسي، دي كوكا كولا اكتر. وهم بيك كولا فهم فعلا يعني عملوها صح يعني. بس هي اوحش حاجه ان هي صغيره قوي يعني، دي بيك كولا.
ده مبدأ غريب جدا ان دي بيك كولا، بس مش مشكله يعني، هنعديها لهم يعني، هنعديها لهم. نجرب بقى منتجات الشعير، واللي بيحبوا يشربوا البريل والفيروز والحاجات دي، طبعا الحاجات دي كلها في المقاطعه. جبت حاجه هنا انا لقيتها بالصدفه، مش عارف اصلا، ما شفتش حد عمله قبل كده. دي دي حاجه شعير اسمها شنايدر. شنايدر دي ماركه تانية انا شفتها في حاجات تانية، يمكن دي ماركه مشروب غازي اسمها شنايدر. ده بطعم الشعير والخوخ. وده بصراحه بالنسبه لي غريب قوي، الشعير اناناس، الشعير تفاح، لكن شعير خوخ. انا خايف، بس هجربه عشانكم، عشانكم انتوا والله جربوا. ماشي. صوت الصودا مش عالي، مش زي الحاجات التانية، ولكن ايه، اه ريحة خوخ قوي، ريحة خوخ قوي باينة جدا. مش هجرب كتير عشان انا خايف بصراحة. زي ما انتم شايفين اللون، يعني اللون ده برضه انا مش فاهم ازاي اللون ده خوخ يعني، بس ماشي. اوكي، تعالوا ندوق. والله هي مش اوحش يعني، مش اوحش حاجة، هي طعمها حلو. الخوخ ده اعلى من الخوخ بتاع سبيروس باتس الصراحه، يعني الخوخ هنا باين قوي، بس هو مش باين ان في شعير، انا يعني مش باين النكهه مثلا بتاعت فيروز او بريل، مفيش شعير، انا بشرب حاجه صودا بالخوخ، فحلو يعني الناس اللي عايزه خوخ وما بتحبش الشعير وكده. حلو منتج شنايدر ده. دي ثمنها 10 جنيه، وبس الصودا قليله شويه، الصودا قليله عشان نقول الحق يعني، لكن طعمها حلو مقارنه بالبدايل المقاطعه دي، حلوه جدا جدا. في برضو منتج تاني عجبني شكله، يعني بص شكله، شكل الازازه فخم كده. ده اسمه بارلي، بارلي بلس. ده مشروب شعير برضو بنكهه الخوخ. ده مشروب شعير بنكهه الخوخ. على كده نقدر نقارن الثلاثه دول ببعض، الثلاثه دول خوخ، هنقدر نقارن دلوقتي. حلو. الصوت برضو مش الصوت مش عالي. هنجرب الخوخ. اه، هنا باين قوي طعم الشعير والخوخ برضو. لا بارلي حلوه، بارلي باين فيها طعم الشعير. الناس اللي بتحب تشرب الفيروز او البريل وبيحب طعم الشعير، هنا باين قوي، باين قوي طعم الشعير فعلا. وطعم الخوخ، لا شابوه، طعم الخوخ حلو قوي، فبرضو انت هتبقي من الحاجات المميزه عندنا. احنا دلوقتي عندنا اتنين منتجات شعير بطعم، بنفس الطعم، بنفس النكهه اللي هي الخوخ. نقدر نقارن ما بينهم، بس هو كل واحد برضو بيلعب في منطقته، يعني ده بيلعب في منطقة ان انت الخوخ قوي الشعير قليل. هنا دي مظبوطة بصراحة، بارلي مظبوطة بصراحة 10 جنيه. بارلي مظبوطة في الشعير والخوخ بيرفكت. طبعا هنا دي خوخ بس، فما اقدرش احطها وسط دول لان دي مش شعير، ده مشروب غازي عادي. لكن دول في المقارنة بينهم اللي يكسب بارلي. نخلي شنايدر ورا شويه ونخلي بارلي هو اللي يكسب معانا في الطعم. نيجي لاخر منتج معانا النهارده اللي هو بارلي بطعم مشروب غازي بنكهه الليمون والنعناع. لا ده مش شعير. انا من الناس المدمنين سبرايت، وحاليا سبرايت مقاطعه انا مش بشربها، فعايز الاقي بديل، يا رب يكون ده بديل مناسب، لان ده لو بديل مناسب انا مش هسيبه يعني، هشربه على طول. ماشي، الريحه طالعه باين فيها النعناع قوي، باين النعناع جدا، فنجرب. اللون كويس، اللون حلو زي ما انتم شايفين، اللون حلو اهو. الريحه الطاغيه النعناع، تعالوا نجرب. تعرف انا تذوق مش مظبوط، بس انا مش حاسس غير بطعم النعناع بس، يعني الليمون بعيد، النعناع هو الطاغي، طاغي جدا يعني. هي طعمها نعناع قوي، طعمها فعلا نعناع جدا وقوي، والصودا حلو قوي بس نعناع بس يعني. ليمون بالنعناع، رسمه الليمون دي شيلوها ملهاش لازمه. فهي حلوه، انا عجبتني، بس ده مشروب نعناع بس. فالخلاصه معانا ان احنا ده مشروب شعير يعتمد عليه بين مثلا الناس اللي بتحب الحاجات الشعير زي فيروز وكده، فده هيبقى حلو قوي معاها. ده البديل الامثل لكوكا كولا مش بيبسي. ودي منتجات حلوه قوي، سبيروس باتس بالتفاح وبالخوخ، منتجات حلوه قوي للناس اللي بتحب تشرب عامه صودا، عامه مع الاكل او اي حاجه. دي حلوه قوي يعني، دي حاجات بدائل حلوه جدا. وده مش هقدر اقول انه بديل سبرايت، لان سبرايت فعلا طعم الليمون فيها رهيب، لكن دي يعني عايزه ليمون، يعني ممكن نحطها على كوبايه ليمون معصور ولا حاجه.
بس ده يعني بشكل عام المنتجات المصريه، ودي حاجه لطيفه جدا انا مبسوط بيها. ان شاء الله يبقى في تطوير من الشركات دي. ده كان كل اللي معانا النهارده في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو وصلت لحد هنا دوس لايك وسبسكرايب، مش هتخسر حاجه. بس شكرا جدا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.